صحينا من النوم النهارده لقينا ناس عماله تتكلم على تسمم البيض وما تاكلوش بيض يا جماعه عشان فيه سالمونيلا وكلام كده فيه لغط، والامهات بيخافوا بسرعه. فحبيت افهمكم حاجه، وانتوا عارفين ان دايما بقول لكم الحقيقه. السالمونيلا دي بكتيريا بتموت بسهوله جدا من الحراره، بمعنى ان حضرتك لو سلقت البيض كويس او قليتيه كويس خلاص مفيش حاجه اسمها كده. انما السالمونيلا دي جت فين؟ ده اللي حصل، ده الناس اللي ماتت دي في بريطانيا مش عندنا خالص، يعني الوباء ده هناك في بريطانيا لانهم هناك بياكلوا الحاجات نص سوا. فاحنا في مصر مفيش مشكله اصلا، وحضرتك لو انت بتغلي الاكل كويس، بتسلقي البيض كويس، اللحمه كويس، ما برضو بتيجي في اللحوم. فخلاص، ما هو في امراض كتير بتيجي في الاكل الغير مطهي، لذلك اللحوم اللي هي مش مطهيه كويس فيها امراض من ضمنها السالمونيلا. فما عندناش مشكله، الموضوع بسيط، ما تعملوش فزاعه. يعني هي الاشاعه دي فيها ميزه واحده بس، ان البيض هيرخص، ودي حاجه كويسه جدا.